المستثمرين طبعا المهتمين بالعقارات دلوقتي اه. ان اخر التطورات الموجودة في السوق العقاري ان الاسعار ما بقتش مستقرة دلوقتي. دلوقتي اللي عاوز يشتري شقة او يعمل او يشتري مشروع حتى، مم. يعني هل ينصح بقى ب 2026 انه يعمل كده ولا يهدى شوية ويصبر؟ طبعا انا بكلمك في الحتة دي عشان عارف ان انت ده اساس شغلك، يعني قبل ما تكوني زميلة واعلامية. تمام. هو امم. طبعا دلوقتي حاليا السوق مش مستقر، اه. بس في توجيه من الدولة ان احنا نهتم بالاستثمار اه. اكتر بكتير من السكن دلوقتي. فبدأت المطورين دلوقتي تحاول تجذب العملاء بأنظمة سداد أطول، مم. بأكتر من أكتر من خطة سداد علشان يقدروا يشتروا يعني. ده فعلا انا خدت بالي في اعلانات نازلة كتير. وفي منافسة قوية، وتسهيلات. تسهيلات جامدة ومنافسة قوية بين المطورين. اه. طيب بما انك بقى متابعة اخر الاخبار، تنصحي اللي عاوز يشتري فين؟ دايما ده السؤال اللي احنا بنبقى قاعدين وبتسأل قدامنا، اشتري فين؟ طبعا في مناطق كتير، بس في دلوقتي توجيه جامد على منطقة العاصمة الإدارية الجديدة. المدن الجديدة المدن عامة، الجديدة عامة طبعا، والعاصمة الإدارية الجديدة دي أحسن فرصة دلوقتي لأي مستثمر مم. إنه يشتري فيها، لأن طبعا بعدين لو جينا بصينا لقدام هنلاقي السعر اختلف تماما، لأن افتتاحها 2030 مم. فهتلاقي كل حاجة طبعا اتغيرت في الأسعار. يعني انت قصدك على 20 30 الاسعار هتكون زادت؟ اه طبعا، ده اه. أكيد 3 أضعاف. واللي هيكون اشترى دلوقتي هو اللي هيكون مبسوط ساعتها. أكيد هيعرف يستثمر صح. مم.